يا ويلك الاهلي المصري، جايك العين جايك في القاهره 4 ان شاء الله و3. ستعرف قيمه الفرق الاماراتيه، انت تقابل العين ما تقابل اي فريق ترى. هذا الزعيم العيناوي قوم اللعبه وقوم السفيان رحيمي. يا ويلك الاهلاوي يا ويلك. طيب بص يا سيدي، انا مش هقول لك اسال النادي الهلال السعودي علشان دي مباراه عدت، احنا ما بنفكرش باللي عدى. ومش هقول لك اسال الاتحاد السعودي، برضو دي مباراه يعني عدت، احنا فزنا فيها وعدت. لما تلاعب نادي او اي نادي بعيد من النادي الاهلي لازم تحترمه. حلو، نخش بقى ايه في النادي الاهلي اللي انت اتكلمت عليه ده. لما انت عايز تتكلم او تعلي الريتش بتاعك او تتشهر على حساب النادي الاهلي، هات سيره النادي الاهلي في اي جمله، اي جمله تخبط على دماغك هات السيره بتاعته. يقول لك اي كلمه اي كلمه احنا نقدر نفوز على النادي الاهلي. النادي الاهلي مش مقياس ان احنا يعني احنا عارفين البطوله الانديه الافريقيه ومتعودين عليها ان احنا نكسبها. اي كلمه عشان تتعرف. خالد البلوشي اقسم لك بالله انا اول مره اعرفه اساسا ان هو بيلعب كره قدم. تمام، ده مش ان انا بقل منك، لا، انت فريق اللي عندنا فريق محترم وفريق كبير، لعب في كاس العالم للانديه قبل كده وعنده خبره في البطولات زي دي. بس لما تيجي تتكلم عن النادي الاهلي تفكر 100 تفكير قبل ما تتكلم او تجيب سيره النادي الاهلي. لما تتكلم عن النادي الاهلي كخبره، لا، في فرق. هو نادي فلومنسي ده معلش يعني فاز على النادي الاهلي بايه؟ فاز على النادي الاهلي بخبرته، لان قال لك ان النادي فلومنسي فيه لعيبه كتير كبيره في السن فوق ال35، كان مارسيلو وناس كتيره، وفازت على الاهلي بالخبرات. احنا ضيعنا كتير، ما علينا، الماتش ده خلص بقى. هتقابل النادي الاهلي يعني وديه، احتمال كبير تفوز عليه. والله هتقابل النادي الاهلي في اول البطوله، يعني لو بطوله مثلا ذهاب وعوده والكلام ده احتمال برضو تفوز عليه. النادي الاهلي لما كان بيبتدي بابطال افريقيا بنقطه من هنا وفوز ضعيف من هنا وتعادل مش عارف من هنا ونصعد بالعافيه، احنا بنضمن ان احنا واخدين البطوله. الاهلي لما بيوصل لل للدور ال 16 او الدور الثمانية، لو دور ال 16 ده الاهلي بيتحول لوحش، بحيث ان هو البطوله دي انا عارفها وعارف هاخدها ازاي، وبياخدها ب5 سنين. انا واخد 4 بطولات. تمام كده. انت اتكلمت وقلت ان كتر خير العين، كتر خير النادي الاهلي قدام العين الاماراتي. يا عم ماشي، متشكرين. لما تيجي تتكلم او تيجي تحسبها هقول لك احسبها ازاي. مانشستر سيتي وريال مدريد في نهائي ابطال اوروبا اللي هو الموسم ده، الموسم اللي فات، لما ريال مدريد فازت، في ناس طلعت قال لك حرام السيتي يخسر من ريال مدريد. ريال مدريد عارفه قوه السيتي وعارفه المكان اللي هو فيها، فعملت هي خطفت هدف ودفعت والهدف دخل. بس قال لك لا، في امل ضربات الجزاء، مفيش امل تاني ان انا افوز على مانشستر سيتي. ما علينا نطلع من القصه دي عشان ايه ما ندخلش بقى في ابطال اوروبا والكلام ده، الناس دي بعيد منها يعني. انت تتكلم على النادي الاهلي في الدوري المصري ماشي، تتكلم عن النادي الاهلي في اول من الدور التمهيدي لدور المجموعات عن النادي الاهلي ماشي، تيجي تتكلم في كاس عالم للانديه وكاس الكونتيننتال، تمام، اللي انت هتشارك فيها دي، تحط تحتها 100 خط عند النادي الاهلي، توقف كده تستثمر وقول لا، النادي الاهلي فريق كبير فريق محترم واحنا ان شاء الله هنأدي قدامه ونقدر فوز. دي ان شاء الله انت بتقول كده. ما تجيش تقول مثلا احنا متعودين واحنا دائما شامخين قدام الانديه الافريقيه. معلش، الكلام ده عندك انت في الدوري الاماراتي، لما فزت على الهلال السعودي، تمام، انت النادي العين نادي كبير وفوز على نادي الهلال السعودي وعلى الاتحاد السعودي والناس دي. وانا مش هقول لك انا فزت على الهلال السعودي 4 وفزت على الاتحاد السعودي 3، انما مش مقياس ان انت تقيس نفسك على نادي اوكلاند سيتي، تمام،
ان انت خلاص عديت واوكلاند سيتي ده انا فزت عليه 6، لا ده انا همسك النادي الاهلي اخبطه 3-4 على ارضه. سيبك من ارضه، هو كده كده الاهلي ما يفرقش معاه لا بره ولا جوه، عادي. احنا نحترمك وما بنطلعش اي تصريح. عمرنا ما طلعنا تصريح وقللنا من فريق، من قوة فريق او اسم فريق، اي مهما كان عمرنا ما بنطلع نتكلم. لا، احنا نحترمك خارج الملعب فوق دماغنا من فوق، واحنا اخوات وزي الفل. داخل الملعب في مقياس كرة القدم والبطولة احنا ما تربناش، احنا عادي من التربية. تمام. تعال بقى، لما تيجي هنا في بطولة الكونتيننتال بتلاعب النادي الأهلي في مباراة ودية، احتمال 1,000,000%، يعني احتمال 5% تفوز على النادي الأهلي، أو احتمال يا عم احتمال 100% إن أنت تفوز على النادي الأهلي في مباراة ودية. تمام. إنما تتكلم في بطولة رسمية، لا استنى هنا، عشان ايه؟ في حد ما تتكلمش على اساس ان انت رايح تفوز. ما تتكلمش نادي اوكلاند سيتي انت فايز عليه 2-0 6-2. عيب عليك في قوتك انت، وبتقول على ان انا قوي واقدر افوز على اي نادي مهما كان قوته. تمام. ان نادي اوكلاند سيتي ده يدخل فيك هدفين. شفت ازاي يدخل فيك ايه؟ هدفين. ما يدخلش فيك هدفين، انت ممكن تفوز 6-0 7-8-0. نادي اوكلاند سيتي ده مش مقياس لقوة فريق. نادي اوكلاند سيتي ده قبل الاتحاد السعودي غلبوا 3 وقالوا هادوا النادي الاهلي جه ادى الاتحاد السعودي 3-0. النادي اوكلاند سيتي ده قبل الاهلي في كاس العالم للانديه خد 3 من النادي الاهلي، خد 3-0. حلو كده. واتطرد منهم لاعب في الدقيقة 93، يعني كانوا بكامل عددهم. فما تجيش تقول ان انا فزت على نادي اوكلاند سيتي 6-6 وتنسى الاتنين. هو دخل فيك 2، الاتنين دول ده ضعف منك، خلي بالك، هفوة منك يعني. تيجي النادي الاهلي فوق دماغنا من فوق يا باشا، تعالى ونور مصر، تعالى والعب وزي الفل وشجع واعمل وما هياج. لكن الاحترام فوق كل شيء. العب وانت عايز تفوز، مش واثق ان انت تفوز. في فرق ان انا العب وعايز افوز، وفي فرق تاني ان انا العب وواثق ان انا افوز. لا، واثق ان انت هتفوز دي هتخسر، ما فيهاش نقاش. ويا سما انت قدام الاهلي، معلش، قدام الاهلي تفكر وتكتك وتعمل خطة. تمام. وتمسك اللعيبة من لسانها، ما تتكلمش وانا هفوز وانا هعمل على النادي الاهلي. انا مش هقول لك انا مستنيك تغلط او مستنيك تتكلم او مستنيك تنافس، ما انت ممكن لا قدر الله تفوز عليا. انا مش بتكلم على كده، الكرة فوز وخسارة واحنا مش هنزعل على فكرة. لكن معلش، الاحترام ده من شيم الرجال، ان انت تحترم الفريق اللي قدامك او الشخص اللي قدامك. احترم النادي الاهلي لمكانته. معلش يعني لو انت جبتها هتجيب لك 10 20 30 فريق مع بعض كده وضمتهم مع بعض. لو ضمتهم مع بعض كده مش هجيب لك البطولات الاهلي، مش المحلية. انت فاهمني طبعا. وفي الاخر انا بقول لك اهلا وسهلا بيك، واللي هيفصل بينا فين؟ الملعب. ويا ريت لحد كده نمسك لساننا ونسكت ونحترم بعض. وتعالى قابلني في الملعب فريق لفريق، وان شاء الله خير، وباذن الله يحصل لكل واحد النتيجه اللي هو يتمناها. انا اتمنى ان انا افوز الاهلي طبعا، واتمنى ان ما يفوزش 1 أو 2. معلش يعني انا مش هشمت، اللهم شماتة، بس انا هوريك النادي الاهلي يعني مش الفريق اللي تتكلم عليه بسهولة، او مش الفريق اللي انت تفوز عليه بسهولة. انا زي ما قلت لك، لو انت في بطولة فيها ذهاب وعودة ممكن تفوز على الاهلي 2 3، بس هتلاقي الاهلي فين؟ في النهائي، في اخر البطولة هتلاقيه في النهائي، بينافس على البطولة في النهائي. يا عم ازاي؟ صن داونز كان واخد الاهلي 5-0، قال لك ابو خمسة النادي الاهلي خد 5.
طب ما انا خدت 5 بعدها خدت البطولة. هي المشكلة مش ان انت تفوز عليها في الاول، لا، اللي بقول لك العبرة بالخواتيم. النادي الاهلي فين؟ النادي الاهلي فين؟ قال لا، ده فاز بالبطولة يا عم، ده انا مديه 5، يعني النادي الاهلي اقوى مني؟ انا اتغلبت من الترجي و... والنادي الاهلي ياخد البطولة ازاي؟ انا فايز عليه 5. معلش، ما تقيسش النادي الاهلي. تمام، النادي الاهلي مش كده، لا، النادي الاهلي كده، انت شايفه كده اهو، اهو خط مستقيم، قلم مستقيم يا سيدي، بيكتب في الاول. تمام، بيتعلم، واحد بيمسك القلم كده وبيتعلم الكتاب، هو بيتعلم، بيشوف بيجري البطولة دي نظامها ازاي. خطفت لي نقطتين 3 من اي فريق، اتأهلت خلاص، يا ده احنا وصلنا لدور الثمانية خلاص، في قبل، في ربع نهائي وفي نصف نهائي وفي نهائي وفي بطولة، في بطولة عالمية. تمام، احترم تحترم. السلام عليكم.